روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قصة تنبئ عن عظيم حلم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفوه عمن ظلمه، وتنبئ عن عظيم ثقته بربه. خلاصة هذه القصة أنه كان قافلا راجعا من غزوة من الغزوات، ثم احتاج القوم إلى أن يستظلوا وأن يستريحوا في وسط هذا السفر، فأذن لهم سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا جابر: فتركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشجر، تركنا له المكان الذي فيه الشجر الكثير حتى يكون تحت الظل، وتفرقنا. تفرق الصحابة الكرام في وقت قيلولة وبحثوا عن ظل في الشجر الموجود، وتركوا أكثر الشجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزع صلوات ربي وسلامه عليه سيفه وعلقه على شجرة، ونام القيلولة تحت ظل تلك الشجرة، وهنيئا لها بقيلولة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلها. فمر بعض الأعراب الذين كانوا على دين قريش من الكفار، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم وأصحابه متفرقون عنه، فقام أحد أولئك الأعراب وذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستل السيف من الشجرة ووضعه على رقبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يبق إلا أن يضغط به ليقع ما يريد، ولكن الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس. فاستفاق سيد الوجود عليه الصلاة والسلام فإذا بالسيف في رقبته، والأعرابي يقول: من يمنعك مني الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فضرب سيدنا جبريل في صدر الرجل رماه أمتارا، فقام صلى الله عليه وسلم وقد سقط السيف عن يد الرجل، فأخذ السيف والرجل مرمي على ظهره، فوضع السيف على رقبته وقال: وأنت من يمنعك مني الآن؟ فقال الأعرابي وهو على شركه: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: قم، وعفى عنه. لما قام قال: أتشهد أني رسول الله؟ كان يريد قتله، وسيد الوجود صلى الله عليه وسلم يريد نجاته. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. بقي على عناده، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أذن له سيد الوجود عليه الصلاة والسلام فأن يذهب إلى قومه، فذهب ثم التفت وقال: أنت والله خير مني. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أنا أحق بذلك. لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: لكن أعطيك الأمان أني لا أقاتل قوما ضدك. ثم ذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. ما قال هذا إلا بأثر العفو والحلم الذي رآه من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبدة التي نأخذها أيها السادة، أنك أيها المؤمن الذي آذاك من جار أو أخ أو صديق لم يبلغ به الأذى أن وضع السيف في رقبتك يريد قتلك، لا بد أن آذاه يكون دون ذلك. فكن على قدم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر عمن عافى. هذا هو التخلق بأخلاقه، وهذا هو الاحتفال بشهر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي محبته. فاعفو عمن ظلمك، واعطي من قطعك، واعطي من حرمك، وصل من قطعك، وتخلق بأخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه سيدنا البصيري: رحمة كله حزم وعزم، ووقار وعصمة وحياء. صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته، منتهى مرضاة الله تعالى ومرضاته.